محدش يقدر علينا ابدا. ابدا. لها دور. الكلمه دي حضرتك مش من فراغ ابدا. يعني فعلا يا دكتور محمد لما نبقى الاثنين مع بعض هو محدش يقدر علينا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. لو تفرقنا هنضعف. بس يا ابونا احنا مش اثنين، احنا واحد ومتجانسين بالظبط وسنبقى واحد ان شاء الله ان شاء الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا اروى. متابعين قناة الحياة الإقليمية لايف، أهلا وسهلا بكم. احنا في دمياط النهاردة في الكنيسة مريم العذراء. معنا الضيف نتعرف بيه الأستاذ حسن الحملي، المجلس القومي للشباب، رئيس لجنة الإعلام والأمين العام للوحدة الوطنية ومحافظة دمياط لدعم رئاسة الجمهورية. وطبعا أنت عارفة يا أستاذ أمل إن أنا برضو جريدة العطاء توزيع جريدة الجمهورية، مدير عام الجريدة في مكاتب. اهلا وسهلا بك يا استاذ حسن، ونحب نهنيك باليوم ده، ونحب نهنيك بانضمامك لقناه الصحه والجمال، وطبعا انت شرفت شرف اي مكان. ربنا يبارك في حضرتك، وبقول للاخوه الاقباط والمسيحيين كل عام وانتم بخير بعيد القيامه المجيده، لان مصر في رباط الى يوم الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب عايزينك حضرتك تقول لي قناه الحياه، قناه الصحه والجمال، يعني اضافت لحضرتك ايه؟ قناه الصحه والجمال برنامج الخامسة مساء عمل لي برنامج يعني بتاع حضرتك لوحدك. عمل لي اضافه كبيره قوي على المستوى الشخصي في محافظه دمياط والمنصوره. وطبعا احنا النهارده اما بنخش قنوات او اخش جرايد او حاجه او كيانات، احنا كلنا لخدمه المواطن. اللي بيخدم المواطن احنا بنمشي معاه، والحاجه اللي بتنفع الناس يا استاذه امل زي ما انت واخده بالك احنا بنمشي فيها. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس انفعهم للناس. انفعهم، ما قالش اغناهم، ما قالش افقرهم، لا قال انفعهم للناس صلى الله عليه وسلم. فطبعا قناه الصحه والجمال وقناه الحدث وانا بعلنها ان احنا في دمياط ان شاء الله بننشئ مكتب لقناه الحدث وقناه الصحه والجمال، على اساس ان احنا ندعم محافظه دمياط اعلاميا، لان دمياط مش مدعمه اعلاميا مع ان فيها اعلاميين كتير قوي، بس غير مدعمه اعلاميا، فاحنا هندعمها ان شاء الله اعلاميا بالتعاون كلنا مع بعض ان شاء الله. استاذ حسن انت تشرف اي مكان وتشرفنا بحضرتك، شكرا لك. ربنا يبارك فيك وكل عام وانتم بخير والاخوه الاقباط بخير يا رب العالمين، وشكرا لك يا استاذ امل وتحياتي لحضرتك. شكرا لكم جميعا. نتعرف بالضيوف اللي معانا. رحاب مختار، مدير مكتب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بدمياط. أحب أهنئ الإخوة الأقباط في كل دول العالم وأقول لهم كل عام وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. اهلا وسهلا بك استاذه رحاب. انا ملاحظه ان انت ما بتسيبيش ولا اي احتفال بالنسبه للاخوه المسيحيين اللي هم يعني شركائنا في هذا الوطن. تحب تقولي ايه؟ والمنظمه يعني عايزين كلمه كده لاخواتنا المسيحيين، لان انا شايفه فعلا ان انت ما بتسيبيش اي احتفال لهم. طب ما فيش فرق طبعا بين مسلم ومسيحي، ولازم نكون كلنا ايد واحده ونهنئ بعض في كل المناسبات سواء عندنا وسواء. اهلا وسهلا بيكي، نحب نتعرف بيكي. مدام إيريني مجدي، رئيسة لجنة رئيس لجنة الجيش والشرطة في منظمة حقوق الإنسان. اهلا وسهلا بك يا حبيبتي. أهلا بيكي. تحب تقولي ايه؟ يعني المنظمة ما بتسيبش اي احتفال للاخوة المسيحيين، تحب تقولي ايه في اليوم ده؟ ونقول ايه للمنظمة ونقول ايه للأستاذة رحاب مديرة مكتب دمياط؟ والله الأول أنا بشكر حضرتك على اللقاء دوت، وطبعا رحاب دايما مجاملة ودايما سباقة في كل المناسبات سواء مناسبات دينية أو غير دينية. رحاب دايما بصراحة من نوع المجامل جدا جدا، والمنظمة عاملة شغل حلو جدا جدا. وبعدين انتوا شرفتونا والله النهاردة في العيد، وده يوم جميل جدا بوجودكم معانا. يا حبيبتي شكرا لحضرتك، واحنا اتشرفنا بكم، وشكرا لكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. شكرا لكم جميعا. نتعرف بالضيف اللي معانا. الدكتور هاني بشرى، استشاري امراض البطن والقلب بمستشفى دمياط التخصصي.
اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. أنا شايفه حضرتك جاي النهارده تهني الاخوه الاقباط بعيدهم، تقول ايه بالمناسبه دي للاخوه الاقباط؟ طبعا لان العيد ده هو ده بتاعنا، عيد القيامه المجيد ده العيد بتاعنا، وده الاحتفال الرسمي عندنا. تمام. بالاعياد بالاعياد الاعياد السماويه عموما يعني. تمام. يعني حضرتك كل مناسبه بتحضر وبتبارك لهم طبعاً. وعايزين برضو نعرف الناس ان هم برضو مع عيالنا بيباركوا لنا طبعا دي لقاء محبه بين الاخوه المسيحيين والاخوه المسلمين، وكلهم بيجوا بيشرفونا، احنا بنروح لهم وهم بيجوا لنا. كانوا معانا في رمضان برضو. امال ايه؟ ايوه صح. طيب، بالنسبه يعني للناس اللي بتقول لا ما نحتفلش ولا ما اعرفش ايه وهم لهم ديننا واحنا ديننا، نقول ايه برضك عشان الاطفال الصغيرين؟ ده بيبقى يعني ايه، تفكير مش مظبوط. تمام. تفكير مش مظبوط، وبنربي ولادنا الصغيرين على حاجات بنربي على حاجات غلط. ايوه. طب وليه؟ احنا بنتكلم على ان كل شيء عندنا كويس. تمام. وان احنا اخوه كويسه، واحنا اخوه، بنروح الجوامع وبنقعد في الجوامع وهم بيقولوا في وسطنا حاسين بالامان واحنا حاسين بالامان. وبيقول لنا في الاحتفالات وكل حاجه تمام. شكرا يا دكتور. شكرا. ان شاء الله تعيش. شكرا لكم جميعا. أشكر محبتكم وشعوركم الطيب مشاركتنا في هذا العيد، عيد القيامة المجيد، وعيدكم هو عيدنا، والفرحة عدنا يا فرحتكم. طبعا انتم قدمتوا مشاعر حب، وده اللي احنا بنحس بيه ونشعر فيه في دمياط، ان احنا عايشين في دمياط في محبة لا فرق بين مسلم ومسيحي، كلنا إخوان، كلنا أولاد مصر، كلنا أولاد آدم وحواء. فإحنا بنعيش في محبة وفي سلام في هذه البلدة، ونتمتع بقادة يعني زي مدير عام التربية والتعليم وحزب المجلس القومي للشباب، نتمتع بهم، نتمتع بخدماتهم وبعملهم الدائم باستمرار لصالح البلد. ربنا يبارك في حياتكم، وربنا يجعل هذا العيد عيد سعيد على الكل، ونتمنى لمصر الحبيبة ولرئيسنا المحبوب كل محبة وكل سلام، واشكركم جميعا والسلام.